النهارده هنعمل مع بعض الجبنه القريش، بس هنعملها موتزاريلا. وهقول لكم بقى ايه اللي استفدته من الوصفه دي، وايه النصايح اللي اقولها لكم ان انتم ممكن تعملوا الجبنه دي او ما تعملوهاش. وهقول لكم برضو ليه باظت معايا اول مره لما عملتها، عشان لو في حد حابب ان هو يعملها يبقى عارف ايه الاخطاء وما يعملهاش. تمام؟ بس قبل ما نبدا وصفتنا، لو انتوا اول مره تشوفوني، انا اسمي هاجر، وما تنسوش لايك للفيديو واشتراك للقناه. اول حاجه زي ما انتوا شفتوا المره اللي فاتت، انا جربت في كيلو جبنه قريش وباظ واترمى مني خالص. فالمره دي اصريت برضو ان انا اجرب في ايه قطعتين زي ما انتوا شايفين كده اهو صغيرين. تمام؟ هنا دول خرطتين كده من الجبنه القريش، خدتهم ورحت بيهم على الطاسه. واول حاجه يا جماعه، الخطأ المهم، خطأين حصلوا معايا، انتي ما تعليش النار خالص نهائيا عليها. لازم ان انتي توطي عليها النار شمعة كده اهو، ما تكونش عالي خالص. اوكي؟ وتاني حاجة، ان الجبنة القريش ما تكونش من السوبر ماركت، تكون من الست اللي هي الفلاحة اللي بتبيع الجبن والحاجات اللي هي والبيض البلدي. بيكون في ناس بتبيع الحاجات دي يعني. تمام؟ عشان الجبنة بتاعتهم ما بيكونش مضاف عليها اي حاجة خالص. اوكي؟ دي كده الاخطاء اللي حصلت مني المره اللي فاتت وخلت الجبنه القريش تبوظ مني. تاني حاجه بقى، انا اللي ما استفدتوش يعني اللي ما عجبنيش في الموضوع ده بقى ايه، الجبنه يا جماعه على فكره مش موفره جدا، مش موفره خالص. يعني احنا دلوقتي بنقول ان الجبنه القريش ارخص، طبعا الموتزاريلا غليت فان احنا نوفر او مش عارف ايه. بس عايزه اقول لكم هي ما فيهاش اي توفير نهائيا، لان انتي بتشتري كميه من الجبنه القريش عشان تقدري ان انتي تطلعي كميه من الجبنه الموتزاريلا. ومثلا لو انتي هتعملي كيلو جبنه قريش هتطلعي مش هقولك نص كيلو جبنه موتزاريلا، هيكون اقل كمان من النص كيلو. بصوا هنا انا لما فتتها كويس كده زي ما انتوا شايفين، وهي ابتدت ان هي تنزل الميه بتاعتها كده، رحت ضايفه عليها معلقه صغننه كده من الكربوناتو. تمام؟ عشان تفصل معايا وايه وتفور زي ما انتوا عارفين وزي ما الشكل باين كده قدامكم. نرجع تاني للموضوع بتاعنا. انا بصراحه يعني الخرطتين دول ما طلعوليش حاجه، يعني طلعوا لي حاجه قليله جدا جدا من الجبنه الموتزاريلا. فانا مش شايفه ان هي فيها وفر، ولا شايفه ان هي يعني شايفاها بتاخد مني مجهود وبتاخد تعب على الفاضي. لكن بصراحه يعني مشروع او حاجه هي ما عجبتنيش. تمام؟ وفي نفس الوقت برضو يا جماعه كطعم، الموتزاريلا اللي احنا بنشتريها احسن بكتير بصراحة من اللي احنا عاملينها في البيت بالقريش. يعني ده مع تجربتي انا معرفش مع ناس تانية هم حبوا الموضوع ولا لا، او مثلا بالنسبة لهم هي كويسة او ايه. يعني ده كل واحد بقى دي حرية شخصية. بس انا بصراحة ما حبيتش الموضوع بتاع الجبنة ده، خدت مني وقت كبير جدا جدا على ما وصلت للقوام اللي هو بتاع الجبنه الموتزاريلا. يعني قعدت كتير جدا على النار. ما هو معلش انت بتستهلكي غاز او بتستهلكي انبوبه، ده برضو استهلاك وانت حطاها على النار فتره طويله. اوكي؟ غير ان انا عامله خرطتين قدامكم، طلعت لي الحته الصغيره اللي انتوا شايفينها دي يعتبر نص خرطه من خرطه الجبنه اللي انا وريتها لكم. بصوا حته قد ايه يا جماعه، حته صغيره جدا جدا، يعني حته لا تذكر. انا ما احطهاش على بيتزايه على فكره، دي صغيره جدا. عايزه عشان اعملها على بيتزايه عايزه اعمل حته كبيره اكتر من كده. فمش شايفه فين التوفير. ما انت لو جبتي مثلا الجبنه اللي هي القريش ب50 جنيه الكيلو، هتعملي ربع كيلو، وهي التانية اصلا برضو في منها ب100، في مش عارف بكام. فيعني عموما التانية انا حاسه بالنسبه لي يعني اوفر صحه واوفر مجهود واوفر غاز واوفر كل حاجه، وهشتري التانية واريح دماغي. ما انا هشتري 2 كيلو بمقام عشان اطلع كيلو ولا اطلع نص كيلو؟ طب وليه؟ هي دي كانت نتيجتها في الاخر، وهي ساحت وعملت جبنه موتزاريلا عادي جدا، بس الطعم مش كويس. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الوصفه بتاعتي، واشوفكم بقى في فيديو جديد بوصفه جديده.